وهذا التبسي مالتنا حبايبي صار جاهز. تشوفون الجمال والريحة طبعا الا على العالم. تفضلوا يابا. اسهل واطيب تبسي دجاج ممكن تسووه بدون تتبيل بدون كل شيء، عاد القبل على الفرن. تعالوا نحضره على السريع. حبايبي هسه اول شيء راح نضيف راس بصل، 3 سنون ثوم، طماطايه مقطعها 4 ارباع، والفلايه خضراء، وعندي هنا 3 ملعقة كبيرة لبن زبادي ينطي طراوه للدجاج تخبل، وعندي هنا ملعقة كبيرة معجون وملعقة كبيرة دبس فليفلة، واذا ما متوفر عندكم دبس الفليفلة خلوها 2 ملعقة كبيرة معجون. هسه راح اضيف نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة كاري، ملعقة صغيرة 7 بهارات اللي هي بهارات مشكلة، وملح كمية الملح حسب رغبتكم، وحسب الثلث جلاس زيت نباتي. بسم الله. تقدرون تضيفون زيت زيتون بمكانه، وهسه نضربهم بالخلاط ضربا مبرحا. بسم الله. وهيك التتبيله مالتنا صارت جاهزه. حبايبي هسه راح نجيب التبسي اللي راح نشتغل بيه وراح انزل بيه بطاطا مقطعها، انتم تقطعوها بالشكل اللي يعجبكم، صلايه مقطعه شرايح، فوقاها مرشه ملح خفيفه، وراح اضيف فوقها شويه من الصوص مالتنا. بسم الله. هيك تمام، ونخلطها خلطه معدله. بسم الله. وهسه راح انزل الدجاج. بسم الله. طبعا انا اي دجاج قبل ما اشتغل بيه انقعه بمي وملح وخل لمده 10 دقائق الى ربع ساعه، وبعدها اغسله وعوفه ينشف. هسه راح نضيف الصوص مالتنا. بسم الله. ونخلطهن خلطه معدله. بسم الله. اهم شيء حاولوا تفوتوا لي الصلصه وين جوا الجلد. وهسه حبايبي راح اغطيه وادخله على فرن محمى مسبقا على درجه حراره 200 فوق وجوا من ساعه وربع الى ساعه ونص يكون جاهز. بسم الله. حبايبي هسه هنا راح نجيب جدر وبشويه زيت، وراح نضيف كميه زينه من الشعريه. هيك تمام. نظل نقلب بالشعريه الى ان يصير عندنا لونها ذهبي. بس صارت عندنا الشعريه بهذا الشكل. هسه راح اضيف رز بسمتي منقوع قبل بربع ساعه، ونحمسه بحمسه بسيطه ويا الشعريه. هسه هنا حبايبي بعد ما حمسنا التمه بحمسه بسيطه، هسه راح اضيف عليه مي الى نغطيه ب1 سنتيم. بسم الله. راح اضيف له ملح، طبعا كميه الملح حسب رغبتكم، ونشغله. وهسه راح اخليه على نار عاليه الى ان ينشف عندي المي تماما. هسه هنا حبايبي بس نشف عندي المي، هسه راح انص على النار واغطيه واتركه لمده ربع ساعه الى ثلث ساعه يكون جاهز. وهذا التبسي مالتنا حبايبي صار جاهز. تشوفون الجمال والريحه طبعا الا على العالم. هسه هنا عندي شويه ليمون ثوم وراح اخليه فوق الدجاج مالتنا يعطي فد نكهه رهيبه يا جماعه. وهسه راح ارجع للفرن بس من فوق بس شويه يتحمر ويكون جاهز. وهذا التبسي مالتنا صار جاهز. تم الابيض همينه. بسم الله. بسم الله. تفضلوا يابا. والبوتيتا والبصل والصوص اللي عليهن الا على العالم. جينا شويه زلاطه. بسم الله. وهيك حبايبي الطبق مالتنا صار جاهز. وهسه نقول بسم الله ونبلش. نزلنا شويه تمن اويلي يابا، وهاي البوتيتا الزينه، واهم شي هذا الصوص. شوف لنا استواء الدجاج. يا ويلي، الدجاج منتهي يا جماعة. يا ويلي متفسخ. شوف هاي العظم يطلع بايدك، اذا ما يطلع هيك العظم يعني الدجاج ما مستوي ستوة معدلة. قلنا شوية دجاج فوقها ومن جوا، ونقول بسم الله. تفضلوا يابا. بسم الله. ويلي يعني صدق تجنن، والدجاج تايخ حبايبي. تفضلوا يابا. بسم الله. حقها بالزلاطة دمار شامل هاي ماكله. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. تحياتي لكم.